حركة الأفروسنتريك اللي معروفة أو اللي بقت معروفة في مصر دلوقتي بشكل كبير، عملنا عنها فيديوهات كتيرة جدا، ولكن مشاكلهم لسه ما بتخلصش ولسه بتزيد، وفي مشاكل تانية من الحاجات اللي هم عملوها موجودة جوه مصر. فتابعوا معانا الفيديو ده عشان تعرفوا ايه اللي حصل وايه اللي عاوزين يعملوه كمان. مبدئيا كده انت من اكتر الدول اللي عندها حضارة في العالم. زي ما انت ما عندك حضارة عريقة جدا، عندك برضو نقطة ضعف، عندك ازمة اقتصادية. مثلا السودان ربنا يعينهم وكل حاجة، بس في عندهم فئة ممكن تكون كبيرة وممكن تكون صغيرة، بس عندهم فئة في الشعب ده هم فئة تبع حركة الافروسنتريك. انا مش بتكلم عن السودان بس، هو تقريبا دول غرب افريقيا كلها بجنوب افريقيا كمان ضدك ومتبعين الحركة دي. بس ده كمثال حي قدامنا للي بيحصل دلوقتي واللي بيحصل بعدين كمان. المهم ان بسبب الحرب اللي شغالة دلوقتي في السودان، ففي ناس بتحاول تعدي الحدود علشان تخش ارضك، بعيدا عن ان ارض الله واسعة وفي اماكن كتير جدا، بس ده مش همنا دلوقتي. همنا حاجة تانية خالص. هما بيخشوا بحجة وببجاحة شديدة جدا علشان خاطر شايفين ان الارض دي هي ارضهم الحقيقية. يعني هما مش جايين علشان خاطر في حرب، هو طبعا النسبة الاكبر او في نسبة منهم جاية لاجئة عندك علشان خاطر الحرب اللي بتدور عندهم، بس تاني بكررها، في جزء كبير جدا جاي هنا لغرض ان هو شايف ان الارض دي هي الارض بتاعته الحقيقية، وان هو جاي يقعد في ارض اجداده تاني. في منهم بقى اللي قالك واللي بيحاولوا يعملوه ان هم يشتروا اكبر قدر من الاراضي والعقارات هنا في مصر علشان خاطر يرجعوا اجدادهم تاني، زي ما هتشوفوا في الصور اللي انا هحطها لكم على الشاشة دلوقتي. هما شايفين ان ده استرداد لارضهم الغالية وبتاعت اجدادهم اللي من حقهم ان هم ياخدوها، واحنا جينا خدنا الارض دي غصب عشان احنا لعلمكم الحوار ده يعتبر مكرر. هو انت عندك جزئية كبيرة هنا غير السودانيين، عندك سوريين بيقولك ان انا قاعد بحجة الاستثمار، ولكن في جزء منهم برضو شايف ان الارض دي بتاعته. دي حاجة تانية بقى غير كونها افروسنتريك والكلام ده، هو ده حاجة تانية. كله دلوقتي بقى شايف ان الارض دي حقه، سبحان الله. يعني اشهر امثلة على حوار ان الارض دي بتاعتنا والاجداد دول اجدادنا والمهلبية الكتيرة دي، اشهر مثال عنهم هي دولة فلسطين، اللي اليهود راحوا هناك قالوا لك الارض دي ارضنا، وهنا في هيكل مش عارف ايه بتاعنا واحنا اللي بنينه. لعلمكم في حجة برضو كده لليهود ان اليهود هم اللي بنوا الاهرامات في عهد سيدنا موسى وقبلها بقى، لان اليهود كانوا موجودين بقالهم كتير جدا في مصر وهم بناة الاهرام الحقيقيين يعني. بس في فلسطين الوضع كان اتقل شوية، لان هم قالوا لك الارض دي ارضنا وراحوا ترمخوا على الارض وخدوا الارض غصب عن عين اهلها. عندك مثال تاني زي الايطاليين في بداية القرن الماضي راحوا قعدوا في امريكا بسبب الحرب العالمية والمشاكل اللي كانت حاصلة دي، وعملوا عصابات هناك وبقوا من اكبر العصابات الاجرامية في العالم كله، مش في امريكا بس، في العالم كله، المافيا. ولعلمكم كانوا رايحين بحجة مسالمة جدا، رايحين بحجة الحلم الامريكي اللي كل واحد فيهم هيعيش عيشة كويسة، بحجة انه رايح علشان يعيش الحلم الامريكي اللي في يومين 3 الواحد هيعيش في استقرار وفي امن وامان. لعلمكم في امثلة كتير جدا على الحوار ده، مش مصر بس، مش فلسطين، مش امريكا، مش في امثلة كتير جدا على الحوار ده. ولعلمكم بدأت مشاكلهم تحصل في مصر هنا. اكبر دليل على ده الحي السابع، اللي السودانيين يعتبر بقوا ماسكين جزء كبير جدا هناك، وبقوا اول ما بيشوفوا اي حد مصري بقوا بيتعاملوا معاه بإهانة. ولعلمكم علشان اكون منصف في الحتة دي، مش السودانيين بس، الافارقة اللي موجودين في الحي السابع كلهم هناك بيتعاملوا مع المصريين بقلة ادب، وفي ضرب واهانة وحاجات كتير جدا. تقدروا تشوفوا فيديو مفصل عن الحوار ده في قناة زينب، هحط لكم اللينك بتاع الفيديو تحت في الديسكريبشن، هي تفهمكم وتعرفكم المعاناة بتاعتهم الحقيقية احسن مني. اللي عايز اقوله ان مسلسل كليوباترا ده مش حاجة قليلة
مش اللي هو يلا علشان خاطر مش مشكلة ده اسود ابيض مش هتفرق ده مجرد مسلسل وكده، لا هي حاجة في وسط حاجات كتير جدا بتحصل علشان خاطر تخرجك بره ارضك او تخليك جوه ارضك عادي، بس احنا هنيجي ونقعد فيها عشان الارض دي ارضنا. ده غير ان هي بتتعمل علشان خاطر ترسخ في عقلك من جوه كده ان الارض دي ارضهم هم مش ارضك انت. ومع ذلك في ناس الحقيقة مقتنعين بالحوار ده، الله اكبر عليهم، من قبل الافرو سنتريك. بالعكس ده ممكن يكونوا هم احدى الناس اللي عملوا الفكر ده في العالم كله. والمحرج في الحوار ان هم من مصر هنا، مصريين زي وزيك وزي ناس كتير جدا يعني. فاللي عايز اقوله بلاش غباء ودافع عن الارض دي زي ما اجدادك عملوا في حروب كتير جدا جدا بقالهم 7000 سنة بيدافعوا عن الارض دي. فبلاش سلبية وغباء، ما تبقاش عيب. بس ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. سلام. You fucking